السلام عليكم ورحمة الله. ده الفيديو اللي انا كنت قايله لكم عليه ان انا هصور الفوانيس واشكالها واقول لكم على الاسعار. إيه، احنا ان شاء الله ليا تكملة تاني في سلسلة التجهيزات وفرحة رمضان. استنونا ان شاء الله تاني في اماكن مختلفة. هنا بقى يلا نشوف اشكال الفوانيس. في اشكال خشبيه، وفي اشكال اريكه، وفي اللي هي الحاجات الشغل الصيني. في عرايس حلوه قوي زي العرايس البيضه دي، شكلها حلو. دي اشكال خشبيه كده صغيره، كبير، مقاسات يعني مختلفه. استيكه، المفارش. دي الطاولة بتاعت الأطفال الحلوين بقى اللي هيزعجونا بيها، بس هي كله يهون عشان فرحة رمضان. أشكال خشبية معانا، الأشكال الرمضانية اللي كلنا بنحبها. العرايس بتاعتنا بوجي وطمطم وبكار، يعني أشكال كتير. ميداليات على هيئة فانوس بينور. عرايس للبنات الحلوين. يعني بصراحة هي تشكيلة جميلة قوي عنده. ربنا يوسع رزق كل من كان يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. فوانيس بتتعلق، وفوانيس بقى للأطفال الصغيرة بالأشكال الكرتونية اللي هما بيحبوها. ماشا وكيتي وايه تاني وميكي يعني. ده بكار اهو، ومعانا طمطم. هتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. اهي طمطم. آه، في حاجات كتير مختلفة. اهي الاشكال الكرتونية بقى، ميكي وماشا، وفي فوانيس اريكة كده شكلها حلو وشيك. آه، اهي. هو بصراحة شكله حلو وخامته حلوة، انا يعني شفته عجبني. بس ممكن نستبدل الشمعة اللي هي بالحجار بالشمع الفواح اللي هو ده، او ينفع برضه في اضاءة ولا اي حاجة. ده على هيئة جامع. وده الهلال بتاعنا. الفانوس بيغني والله ما شاء الله يعني. انا كنت واقفة مبسوطة، يعني انا شخصيا وانا بصور فعلا. لا، مبسوطة، حاسة فرحة رمضان بجد مالية قلبي. آه، الايام دي بجد ما بتتعوضش. آه، ورغم اي حاجة بيبقى ليها فرحة تانية حقيقي يعني. بننسى اي حاجة في سبيل ان احنا بنجهز لرمضان، بنبقى فرحانين. دي مجموعة حلوة كده من الفوانيس كانت عجباني. والشغل اليدوي والشغل الخشب ده حلو قوي. يعني كمان بيعيش، مش حاجات يعني شوية كده وتتكسر، لا حاجات حلوة يعني. اشكال ومقاسات اهي. ادي الهلال كده، 3 اشكال للهلال، وكده الجامع باشكاله المختلفة والوانه المختلفة. وعندنا بوكس رمضان على هيئة فانوس، وممكن تضيفي ليه إضاءة. بيجي ومعاه قفلين، وبتزودي انت الإضاءة زي ما انت عايزة. يعني بصراحة شوية حاجات وأشكال جميلة قوي. والتوك بقى، وتحضيرات لسه تحضيرات العيد بقى وحاجات كده هتبقى حلوة قوي ان شاء الله.